كله حرامية، واللي لبسها واحد غلبان اخد منها المحفظة بتاعتها وقعد يديها للي وراه للي وراه للي وراه لغاية ما وصل للواد الجنتل ده. بصوا، اخد الفلوس بتاعتها وحطها في جيبه، قال لك دول رزقي يا ولاد اللذينة. اللي هيلبسها واحد مسكين غلبان جدا، اخد المحفظة واخد الفلوس حطها في جيبه. وبص هيعمل ايه في المحفظة؟ هيقول له خد يابا، رماها له. اهو كله واقف في الطابور علشان يجيب اكل ويجيب حاجات وخضار. بص بقى ايه اللي هيحصل، شيء غريب جدا. هذا الرجل المسكين لبس في الحيط، الست اخدت حاجتها مطلعه الفلوس عشان تحاسب، ما لقيتش الفلوس، فبتقول انت اللي خدت البوك. اهو على المسكين ده، بيقول لها انا معرفش عنه اي حاجة. طبعا الراجل النصاب ده شوف عامل ازاي، مستحيل حد يتخيل انه هو اللي يسرق. بصوا هم كلهم حرامية اللي كانوا واقفين. رمالها البوك، قال لها خد البوك بتاعك، هو انا معرفش عنك اي حاجة. وهي اخدت بعضها وايه طلعت تجري وراه. والراجل يا عيني مسكين، انت يا عم الكتكوت انت اللي بتجري، استعوض ربنا بقى. كل الناس واقفة بتتفرج. الراجل ده يا عيني اتحط في موقف غريب وعجيب جدا، مش قادر ياخد نفسه. يقول لك يا عم انا مش حرامي يا عم، اهو